بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية خاصة من عسكري سابق في القوات المسلحة الملكية، وقصة جديدة، وتحية خالصة لجميع الجنود والدرك والأمن وجميع المدنيين أينما حلوا وارتحلوا من طنجة للقويرة وخارج أراضينا المغربية. القصة ديال اليوم قصة فريدة من النوع ديالها. هذه في الوقت اللي بدات يلاه سالات المسيرة الخضراء، قلت لكم 77 أو 78. ففي هذه الأيام كانت داك الساعة كتروج المسائل ديال الجزائريين، عاد بدات كتبان العداوة اللي كاينة مع الجزائريين مع المغاربة. فكنت ديك الأيام كنت موجود في واحد التكنة، أي قشلة ديال مركز التدريبات العسكرية بتدلة. كنا في واحد ستاج وغادي يجرى هذا الحدث. فكما كتعلمون كان ديك الوقت كيجيبوا الجنود من تازة، من فاس، من جميع المناطق، من جميع المدن المغربية. كان ديك الساعة عاد كيأسسوا، عاد سيدنا الله يرحمه كان قايم بالواجب، وكيجمعوا الناس من الدواور، كانوا كيخرجوا العروبيات، كيمشيو للمدن، كيقيدوا الناس اللي باغيين تجنيد. هاد الناس دابا اللي هما حاليا راهم في التقاعد. فبداو كيجيبوا دوك الجنود وكيديروا تدريبات في المركز تدريبات بتادلة. وكانت تادلة مدينة صغيرة، في فيلاج، ماشي شي مدينة كبيرة ولا. وكانت المساحة عندها مساحة خضراء، كانت الأراضي مور القشلة كانوا كيمشيو كيديروا فيها التير. وكانت غير دابا داك الشيء راه ربما انا سنين هذه ما مشيت لتم، ربما راه تكون تعمرات اراضي بالبني وكذا. المهم كانت داك الساعه اراضي فلاحيه، وكانت واحد الزباله، حاشاكم، كانت واحد الزباله مور القشله. وهذيك القشله كان داير بها سور، وكاين الباركور لاصق على القشله من الجهه الاخرى اللي ما يكونوش بدلوه دابا حاليا. وكيدخل الجزائر كتصيفط واحد الجاسوس اللي هو كراد كوموندو. من بعد عاد غنعرفوه. جا متشرد كيلبس لباس قطع، واحد الحلا يرتلها واللحية، وكيهز واحد البوردو، عصا، عكاز، وكيدور غير في النواحي بالنهار، غير النواحي ديال القشلة. جبرو شي بعض المرات متكي على السور ديال القشلة من لهيه من جهة السكيور، ولا ربما على ما كنظن انه كان كيرقب بعض المرات كيشوف، لان كاين السور كيرقب من السور كيشوف التدريبات العسكريه وداك الاسلحه اللي كانوا، لان هذيك راه كانت مدرسه، بحال مدرسه ايكول، كانوا كيقريو فيها الاسلحه. البواجده كيقريو من ديك الساعه الفال، كيقريو الماسترونسيس، كيقريو الكالاش، جميع الانواع الاسلحه كانت كتقرا تما، الماك، الدوسات،
من بعد عاد غيجيبوا ال14 وال23 وداك الشيء بداو كيقريو عليها. والمهم جميع الأسلحة كان كيشوفها، كان كيشوف 105 106 بزاف د الأسلحة. المهم هو كان كيجسس، كيشوف هذا وكيشوف شحال ديال الجنود تما، وكيسمع اللي حتى ولا كيعرف لي باتايون اللي كيدخلوا لتما، بلي نيميرو د الباتايون بكل شيء. اي باتايون كيدخل، لان كيدخل تما كيديروا، كانت في عمرة القشله وداك الشيء، لان كانوا ديسمبر وكذا، وكانوا دايرين هذا والناس ديال التدريبات وداك الشيء، مع كانت ديكول تما راه بحال ليكول. راه كانوا كيتخرجوا دي بريغادي ودي بريغادي شاف تما. كانوا كيجيو دي زوفيسي كيديروا التدريبات تما، كيكملوا التدريب ديالهم تما دي زوفيسي ولي زاسبيرون كانوا كيجيو. بزاف ديال الامورات. المهم كانت قشله بحال اللي هي مدرسه، واخا هي تكوين ديال العسكريين ولكن مدرسه. وملي كتعمر كيبقاو يبنيو، كيجيو لي باتايون لي جداد اللي غادي يمشيو للصحراء، كيجيو كيديروا القياطن، كيعيشوا في ذاك القياطن شهر شهرين كيتهزوا. وهذاك الجاسوس كياخذ المعلومات وكيدوي فين عنده. من بعد هذا يعرفوا عنده 77 داك الراديو مولانتير طويل، عنده المسائل ديالو ثابته ما كاينش كراد كوموندو. المهم كيجول تادله كامله، كيشوف العساكريه خارجين من باب القشله كدا كيرد البال. هو عارف كل شيء، الكبيره والصغيره. كل نهار كيروندي الاذاعه ديال الجزائر، والاذاعه ديك الساعه عاد كيتكونوا البوليزاريو، الجبهه الصحراويه كما كيقولوا المزعومه. راه الناس بدينا كنسمعوا تادله موراها زباله كدا كدا شي البطايل فلان فلاني كدا. اذا شنو؟ الناس تخصت لا دايستي، وهي المحاربه على التراب الوطني. من هذا المنبر هذا كنحييهم. بداو اذا كاين شي واحد اللي هو في وسط القشله كيدير الجاسوس، يتجسس وكيصيفط. ربما يكون عسكري، ربما بزاف، اما يكون ضابط، اما بزاف الامورات. هادشي كيوقع فيه تحريرات. بداو كيديروا خدمه الشغل ديالهم، ولكن مهما داكشي كله ما بقاو في داك التحريات ديالهم. راه واحد النهار تا خلاص كثر المسائل كثرت، يوميا كيروندي بالمسائل مضبوطه، الباب ها فين جات كدا ها كاين ها. خرجوا الجنود كيديروا، كنا كنخرجوا كنقراو، كانوا كيخرجوا، كنا كنخرجوا الدراري كنقريوهم في هادو من الربيع. في داك كان الواد ديك الساعه غير منه الارض والشجار وكذا. دابا ما نعرف العلم ولله دابا راه كيفاش لا. ف ملي كثرت قيل والقال، هادشي ما كانش كيعرفوه العساكريه، كانوا كيعرفوه الناس اللي قايمين بالواجب. هاد السيد راه المده ديال شي سنه وزيادو او ما يزيد وما فوق. واحد النهار شي مجموعه ديال الجنود في التدريبات خرجوا الشجر ديال الواد ام الربيع. داك الواد وكان كيقول سفيه مزيانه وكذا. كان واحد السيد تما، واش مازال ولا قلعوه؟ او ربما يكون داك السيد مازال. كان واحد السيد تم، وهما جاو كيضربوا الكاس تما الشباب وداكشي، كيضربوا يشربوا، بقاو كيدويو بيناتهم، والسيد حداهم. هما كيسمعوا الصوت، هو كان كيجي كيبات في داك السيد باش المعلومات ديال النهار اللي كيشد كيبدا يعاودها في الليل. هو ما شافهمش، قرابين عليه ماشي قال لك. المهم سمعوا داك الصوت كيهضر، ما هضر كدا كيهضر. قال له واحد لواحد، قال له ودي راسي واش داك الحمق كيهضر؟ لان كنا كنعرفوه بلا حمق. السيد راه حمق، كيدور بحوايج مقطعين
وكان بعض المرات يثير الانتباه ديال بنادم، كيمشي لذاك طروية الزبال وحاشاكم وداك الشيء باش كيغطي على راسو. المهم تا جاتو داك الوقت اللي سمعوا الصوت، قال له: واش انت حمق؟ واش هذاك راه حمق، راه كيهضر مع راسو وداك الشيء. قال له: نوض نوض نشوفوه. كان نوض واحد كيتصنت كيشوف كيدوي في الراديو. رجع عندهم قال لهم: ودي السيد راه كيدوي في الراديو. قال له: كيفاش انت حمق؟ واش الرجل حمق وانت كتقول راه كيدوي في الراديو؟ قال له: نوضوا تشوفوا. كينوضوا كيشوفوا داك لانتير طويل طالع. قال له: كيفاش؟ قال له: هذا دابا غنمشيو نعلمو، غنمشي وحدين هنايا ونشوف كيفاش، ويمشي شي واحد يعلم. كيدخل واحد فيهم القشله، مع القشله قريبه ماشي بعيده بزاف. كيمشي كيديكلاري شاف دو بوست. شاف دو بوست كيديكلاري شاف دو كور، قائد الفوج. كيجي كيعلم الدراك وكيجيو كيخلطوا عليه متلبس بالراديو بالمسائل بكل شيء. كيعلموا الناس ديال المحافظة على التراب الوطني، لا دايستي. كيجيو حتى كيديروا معاه البحث. بقينا حنا متبعين داك القصة ديال داك. قالوا بلي هو راه كوموندو داك جزائري، راه بعقلو بكل شيء، راه هو اللي كان كيروندي المسائل كاملة وكذا. شوفوا هنا بدا داكشي كيكتر. ملي سمعوا الجزائريين انهم شدوا الكوموندون ديالهم برتبة كوموندون، بدات كتقوى القيل والقال. داروا معاه التحريات وقاموا بالواجب ديالهم الناس لا دايستي وصوبوا المسائل ديالهم. وهذه هي القصة ديال الجاسوسي الجزائري. وإلى قصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.